عليكم. النهارده هنتكلم عن دواء بالبلدي كده ملوش زيه، مفيش حاجة زيه. الدواء ده ممكن تقول بيعمل كل حاجة ممكن تتخيلها، بتريح الإنسان. إزاي؟ بيسكن جميع أنواع الآلام، والدواء ده يعتبر مكمل غذائي، يعني ملوش آثار جانبية. الدواء ده بيسكن آلام الأعصاب، بيسكن آلام العضلات، بيسكن آلام العظام، بيسكن الصداع النصفي برضو. بيساعد على النوم، بيخلي الواحد ينام مسترخي وبعمق. بيظبط المود والمزاج، بيخلي الإنسان مزاجه أفضل. الدواء ده ملوش آثار جانبية، الدواء ده ملوش علاقة بالأكل، يتاخد قبل الأكل أو بعد الأكل. ولكن هو ليه يعني حاجتين بس لازم ناخد بالنا منهم، ان هو ما بيستخدمش اكتر من 3 شهور، لان الابحاث اللي اتعملت عليه ما اتعملتش اكتر من كده. فمش معروف ايه الاثار الجانبيه اللي ممكن تظهر بعد ال3 شهور، بجانب ان هو ما اتعملش برضو عليه ابحاث عن المرأة الحامل او المرأة المرضعة، فبالتالي ما بيستخدمش برضو عن المرأة الحامل والمرأة المرضعة. الدواء ده اسمه BEA، اختصار بالميتويل ايثانولاميد. اللي موجود في دواء اسمه جايبيناش، ودواء BEA من الاسم كده، او سنترافيتا BEA، او ليميتلس BEA، او ادويه كتير ظهرت الفتره اللي فاتت دي فيها نفس الدواء. والدواء ده بيتاخد للاطفال وبيتاخد للكبار، آمن للأطفال وللكبار. الجرعة بتاعته بتتاخد من 300 ل 1200 مللي جرام يوميا. يعني هي الكبسولة في الغالب، معظم الكبسولات اللي موجودة في السوق حاليا بتحتوي على 600 مللي جرام، فيتاخد مرتين في اليوم، زي ما قلنا لمدة 3 شهور مش أكتر. وبالشفاء إن شاء الله، وإن شاء الله الجميع يستفيد بيه. السلام عليكم.